السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة المكرونة بالبشاميل بطريقتي اللي بعتمدها بقالي سنين، وان شاء الله بعد الفيديو ده هتعتمديها على طول. حطي لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا يا بنات صلصة دي كيلو من القوطة، ضربتها وصفتها من غير ولا ملح ولا اي حاجة، وهحطها على النار تتسبك. وهجيب طاسة احط فيها معلقة زبدة كبيرة او سمنة، وهنزل عليها بمعلقتين من الزيت، وهبشر بصلتين او هقطعهم تقطيع صغير مع قرنين من الفلفل. بصلتين يا اما وسط يا اما بصلايه تكون كبيره. تمام كده. وهدبلها بس يا بنات تبقى لونها اصفر، يا دوبك بس لونها اصفر. اول ما تبدا تاخد اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده، هنزل عليها باللحمه المفرومه بتاعتي. مش عايزه تنزلي عليها بالطريقه بتاعتي دي، مفيش مشكله، ممكن تديها الصدمه الاول وبعد كده تنزلي عليها بالبصل والفلفل، بس انا بحب الطريقه دي بصراحه. تمام. وهفضل اقلبها كده تقلبتين. اول ما تبدا بس تتشمع كده بسيط، هنزل عليها بالسبع بهارات بتاعتي، وهنزل عليها بالبابريكا معلقه زي ما انتم شايفينها كده معاكم، وهنزل عليها بمعلقتين من الملح. وانا بشتغل يا بنات بالمعلقه بتاعت التوابل الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، في كل فيديوهاتي بشتغل بيها. ما عندكيش المعلقه دي، على طرف المعلقه تحطي زي ما انا ما بقول لك كده حبه صغيرين. تمام كده. وهسيبها مع نفسها كده على نار هاديه تبدا تستوي، وبعد ما تستوي اقفل عليها. هاجي بقى اعمل البشاميل بتاعي. انا معايا هنا معلقه زبده كبيره او معلقه سمنه، وعليها معلقتين من الزيت، وهنزل بيهم في الحله. انا بشتغل هنا بالبركه يا بنات، بس انت في البشاميل الطبيعي هتحطي 4 معالق سمنه، يبقى قدامها 4 معالق دقيق. تمام كده. هتحطي 6 يبقى تحطي قدامها 6، 6 من هنا و6 من هنا. انا ليه بشتغل بالبركه؟ لما بلاقيها محتاجه زي ما انتم ما شايفين كده بقوم حاطه لها وانا شغاله. لكن انت بالنسبه لك، انا عامه هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف باذن الله. اول ما يبدا ريحه الدقيق تطلع وتبدا كده تتحمر معايا، يبدا يتحمر معايا الدقيق، هنزل عليه بكيلو من اللبن. تمام يا بنات. ما عنديش انا بقى شوربه، عملت ايه؟ نزلت بكيلو برضو تاني من الميه، يعني عايرت المقدار بتاع اللبن كيلو، هحط برضو قدامك كيلو من الميه او كيلو من الشوربه. تقدري تحطي في الميه دي مرقتين دجاج، انا هحطها بس مش هحطها هنا يا بنات، ركزوا معايا في الحته دي، عشان أنا لما احط المرقتين الدجاج هقولك هحطهم فين. وهبدا اقلب كده يا بنات لحد ما الاقي القوام بتاعي بدا يتقل، بيديني القوام المظبوط اللي هو زي بتاع الكيكه لما بتصبيه بالظبط في صينيه الكيكه. اول ما يديك القوام ده خلاص اهو كده بقى القوام مظبوط. تمام كده. هقفل عليه وهغطيه عشان ما يعملش قشره من على الوش. هحط عليه شويه فلفل صغيرين كده مطحون اللي هو الاسمر بتاعنا، وشويه صغيرين من البابريكا زي ما انت ما شايفه كده، وشويه الملح المظبوطين. مفيش اكتر من كده يا بنات. البشاميل بتاعي ده يا بنات انا عاملاه 6 معالق من الدقيق. تقولي يا كتير قوي ال6 معالق دول؟ لا، ما هو انا حطيت قدامهم 6 معالق سمنه. انا هعمل هنا قدامكم مقدار كيلو من المكرونه، لكن انا هعمل كيلو ونص من المكرونه. يعني انا عامله كميه، بس انا هصور معاكم بس كيلو. تمام كده. فانا عامله كميه بزياده معايا. دي الصلصه اللي اتسبكت، هنزل عليها بمرقتين الدجاج. المرقتين الدجاج دول يا بنات اللي انا المفروض كنت حطيتهم في الشوربه، حطيتهم هنا في الصلصه. هنعمل بيهم ايه؟ خليكي ماشيه معايا واحده واحده وانت هتعرفي هنعمل بيهم ايه. مش عايزه تحطي مرقتين الدجاج دول، تمام مفيش مشكله، هي كده برضو هتبقى حلوه، بس هي بتديها تريكايه كده وطعم جميل جدا. عايزه تستغني عنهم مفيش مشكله. اهم حاجه الصلصه دي بنحط لها الملح بتاعها، ما بحطش اي توابل فيها يا بنات. بعد ما بتتسبك بحط لها الملح بتاعها المظبوط. هاخد البشاميل بتاعي هقسمه نصين. النص الاولاني اللي هحطه في البوله ده اللي هحطه على وش المكرونه من فوق. تمام كده. والنص التاني ده هنزل عليه بالصلصه بتاعتي اللي فيها مرقتين الدجاج. تمام كده. هبدا انزل بيها قدامكم اهوت، واحطها زي ما انتم ما شايفين وهقلبها. مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمها روعه روعه فوق الوصف. دي يا بنات هنقلبها في المكرونه كلها اللي هنحطها في قلب الصينيه بتاعتنا، بتدي طعم خرافه. مش عايزه اقول لكم والله يا بنات لو جربتوها لا هتدعوا لي. انا عارفه ان انتوا ممكن تستغربوا قصه الصلصه دي، جربوها في كميه قليله وانتوا هتدعوا لي عليها. تمام كده. انا هنا عامله كيلو ونص من المكرونه، هاخد نصها او اقل من نصها كمان. انا هاخد كيلو منها بالظبط للصينيه اللي انتوا هتشوفوها معايا دي، والباقي هعمله في صينيه تانية انتوا مش هتشوفوها، لان انا كنت عامله مقدارين عشان كان عندي عزومه يعني. تمام كده. هقلب دلوقتي على كيلو المكرونه، عشان كده انا عملت بشاميل كتير. انت تقدري تعملي نص الكميه اللي انا عملتها دي، هتقلبيهم زي ما انت ما شايفه كده، هتلاقي البشاميل كله امتزج مع المكرونه وتماسك مع بعضه. احنا بعد ما سلقنا المكرونه خلاص، يعني نص سلقه يا بنات. المكرونه بتتسلق ما بتتسلقش سلقه جامده، يعني نص سلقه لانها لسه هتستوي في الفرن.
وانا لما صبيت البشاميل بتاعي سبت حبه في ارضيه الحله زي ما انتم ما شايفينها كده، وخدتهم عشان افرشهم في الصينيه بحيث ان هي تعمل لها كفر من تحت وتمسكها. كده كده انا لو ما حطيتش حتى الحبه اللي تحت دول هي كده كده هتمسك في بعضها. ليه؟ لان انا قلبت كميه كبيره من البشاميل في قلب المكرونه بتاعتي، فبالتالي هتمسك. تمام. جزء بقى يا بنات معلش اتحذف مني، اللي هو بحط البشاميل على وش المكرونه، هي دي بس الحته اللي انتوا مش هتشوفوها معايا. انا كده بحط الايه، بحط المكرونه بتاعتي نصها تحت، حلو كده، وبحط فوق في النص اللحمه المفرومه بتاعتي، وبحط النص التاني من المكرونه بتاعتي اللي انا اصلا اوريدي غرقتها بالبشاميل. تمام. واحطها في الفرن على اعلى درجه حراره. اول ما تبتدي تحمر من الجناب اشغل الشوايه من فوق، بتاخد بتاع حوالي 5-6 دقائق بالكتير، او 5 دقائق كمان كتير عليه، ممكن 3 دقائق حسب الشوايه عندك والفرن عندك. كده يا بنات بعد ما طلعت انا حطيت البشاميل على الوش، ورحت حاطه عليها جبنه رومي من فوق فقط لا غير، ما كانش عندي موتزاريلا. والله يا بنات تحفه، نفسي تجربوها بالطريقه دي. يعني انا اسفه للجزء اللي راح، انا صبيت البشاميل اللي هو كان ابيض اللي انا حطيته معاكم في الطبق اللي هو البوله اللي هو في اول الفيديو كده، رحت انا واخده، مش في اول الفيديو، في نص الفيديو اخدت شويه كده سبتهم لونهم ابيض. اما اللي كان محطوط عليهم الصلصه فانا قلبتهم مع المكرونه، طلعت يا بنات مش عايزه اقول لكم خرافه خرافه خرافه. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه دي، والله يا بنات هتنال اعجابكم باذن الله. الوش الذهبي يا بنات اللي انتوا شايفينه ده من رشه الجبنه الرومي. يا ريت تجربوها بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبك. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.